السلام عليكم. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وبصحه جيده. في هذا الفيديو هذا غادي نوريكم كيفاش ديروا بالكرواسه. الا بقات شيطه لكم ما ترميوهاش، جبت لكم الحل. كتجي هاد التحليه بنينه بزاف، المذاق ديالو غنوصف لكم، ضروري خصكم تجربوها وتحضروها، وانا متاكده غادي تحماقوا عليها. ما نطولش عليكم بزاف، نخليكم مباشره مع المقادير وطريقه التحضير. هنايا انا كانوا شاطين ليا واحد 3 ديال البتيبانات، ما رميتهمش، خليتهم. غادي نقطعهم على هذا الشكل هذا، بشكل عشوائي طويل هكا على هذا الشكل هذا. ملي غادي نقطعهم في نفس هذا المول هذا او لا اي مول عندكم كيدخل الفران، غادي نستف الكرواسه ديالي على هذا الشكل هذا، نغطي بها المول كامل على هذا الشكل هذا، وغادي ندوز باش نحضر معكم السقوه اولا هذاك الحليب اللي غادي نديروه فوق هذا البتيبان هذا. انايا غادي ناخذ واحد لوبول، غادي ندير فيه 2 حبات ديال البيض مع واحد الكيس ديال الفاني، كيعطيها واحد النسمه زوينه بزاف. غادي نزيد كذلك هنايا واحد 2 معالق كبار ديال السكر ونص سيترو ديال الحليب. غادي نبدا نضيف فيه بشويه بشويه، وانا كنحرك البيض ديالي باش ما يبقاش مكتل ليا وفيه دوك الطروفه هكا باينين. يعني كنطرب البيض ديالي مزيان، من بعد كنكمل الكميه كامله ديال الحليب، وهكا الخلطه جاهزه. كناخذ الحليب ديالي كنوزعو على البتيبان ديالي هكا بالتساوي، وهكا الوصفه ديالنا كتكون جاهزه. دابا بقى ليها تدخل الفران وتولي جاهزه. ولكن قبل انا غادي نزينها هنايا هاد البلوبيري مع الفرomboise. هاد المرحله اختياريه، اللي عندكم مزيان كتعطي واحد الحموضه زوينه لهاد التحليه هادي. الا ما عندكمش راه ما كاين حتى شي اشكال، راه غير البتيبان مع هاد الخليط ديال الحليب كيجي روعه روعه. صافي انا هنايا غادي ندخل هاد التحليه هادي للفران، غادي نشعل عليها من الاسفل ومن الاعلى، ما كتعطلش لينا، غتبان لكم هكا تنفخات واحد شويه في الفران، وخدات لكم واحد اللون محمر من الفوق، والحليب ديالكم تجمع. هذيك كرواسون شربات الحليب ديالنا كامل، وهكا كنكونوا حصلنا على السهل التحليه والمذاق ديالها خرافي. نتمنى تجربوها. وهذا كان هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى تكون نالت اعجاب ديالكم الوصفه. الى عجبتكم الوصفه وصلتوا لهنايا ما تنساوش تخليو شي لايك، ونضرب لكم موعد في وصفات جديده. الى اللقاء.